فراخ روستد او روستد تشيكن بطريقه سهله ومضمونه واقتصاديه ومتاكده هتعجبكم لللانش بوكس او للسندوتشات للمدارس او الجامعه. اول حاجه في وصفتنا النهارده، هنا معايا الصينيه اللي هتدخل الفرن، هضيف عليها ورق زبده وبعد كده هنبدا بتتبيله الفراخ. انا استخدمت صدور فراخ كامله زي ما انتم شايفين كده. هبدا ارش عليها رشه من زيت الزيتون، وممكن كمان استخدم الزيت النباتي العادي المتوفر واللي تحبوه. بعد ما هرش عليها زيت الزيتون هتبلها. هنا معايا التوابل: ملح وفلفل، بابريكا مدخنه، توم بودره، بصل بودره، وكمان زعتر مجفف. هخلط كل التوابل دي مع بعض وبعد كده هبدا اتبل بيها الفراخ. اول جنب هحط فيه التوابل وبعدين ادلكها كويس كده بالتوابل، عايزاها تتغلف كويس جدا. وبعد كده هنقلبها على الجنب التاني وبرده نكمل مع التوابل، عايزاها تتغلف كويس جدا. وبعد كده هندخلها الفرن. مهم جدا طريقه التسويه دي اللي هتضمن لي الفراخ تطلع مظبوطه معايا. انا هغلف كل جزء لوحده او كل صدر لوحده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مع بورق زبده. هغلفه كل واحد لوحده زي ما انتوا شايفين كده. هعمل واحد تاني معاكم عشان تشوفوه. بعد ما هغلف كل واحد لوحده بالشكل ده هحطه في الصينيه اللي هدخلها الفرن، وهدخلهم الفرن على درجه حراره 180 في الرف وسط. هسيبها من 40 ل 45 دقيقه بالظبط. بعد كده هطلعها واسيبها تهدى تماما واحطها في التلاجة من بالليل لتاني يوم. ودي خطوة مهمة جدا. وبعدين قبل ما نقطعها، الصدر زي ما انتم شايفين بالشكل ده شكله حلو جدا. قبل ما نقطعها لازم تبقى ساقعة، يعني نخرجها من التلاجة ونقطعها على طول. هنقطعها بسكينة حامية شرايح بالشكل اللي انتم شايفينه ده، شرايح رفيعة جدا. دي هتناسبكم في اي حاجة، بديلة للتركي واللانشون واي حاجة، موفرة جدا. اقدر استخدمها في اي سندوتشات. انا هنا هعمل معاكم سندوتشات المدارس، لانش بوكس المدارس. هضيف في الاول مايونيز، طبعا ممكن نضيف مستردة، كاتشب، المتوفر عندنا واللي بنحبه. بحب اضيف فيها خس، وممكن كمان نستخدم طماطم، بتبقى عامله زي سندوتشات بالظبط اللي بناكلها بره، بس الطماطم فيها ميه شويه. بعد كده هضيف الفراخ اللي احنا عملناها وقطعه من الجبنه، ممكن نستخدم جبنه تشيدر او اي جبنه. وخلاص كده اللانش بوكس بتاعنا جاهز. ده ممكن يتحضر من بالليل وبيبقى حلو جدا في المدرسه وبيسهل علينا، وكمان الولاد اللي بيحبوا يغيروا. وممكن كمان نعمله للجامعه الولاد الكبار، وممكن كمان للشغل. اكيد هيبقى اوفر واضمن وطعمه احلى بكتير. وعايزه اقول لكم الساندوتش شكله وطعمه بيبقى خطير. وكمان ممكن لو احنا عندنا تمارين ومزنوقين نعملها ونخزنها في الفريزر ونقدر نطلعها وقت ما نحب ونقدمها. جربوها ومتأكدة هتعجبكم، ومتأكدة هتعتمدوا الوصفة دي على طول. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه. وكمان مستنيه كل تطبيقاتكم ومستنيه رايكم في الكومنتات. يلا جربوها ومتاكده هتحبوها ومتاكده هتعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين.